ايوه. نادية ازيك؟ اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. انت يعني كده لذيذه قوي. ربنا يخليكي. الله ميرسي. يخليكي يا حبيبتي. انا الحقيقه شفت لك مسلسلات عجبتني جدا. ربنا يخليكي يا رب. الله يخليك. قولي لي ايه رايك في الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده وهو فاترين الملابس الفاضحه؟ والله انا بتكلم مخصوص معاكي عشان اقول لك على الموضوع ده. اللي حصل بالظبط، انا مشيت في حي شعبي. ايوه. لاحظت انهم عارضين الملابس الداخليه بشكل يعني فظيع. ايوه. المشكله بقى مش في انهم عارضين، المهم ان في شباب كانوا موقفين. يعني انت عارفه بالظبط زي ما يكون ايه، يقولوا للفتيات اللي معديين بصوا يعني الحاجات دي بتاعتكم. ايوه. واخده بالك؟ ايوه. بس بطريقه قذره يعني. طبعا. كانوا بيتكلموا بطريقه انا يعني نفسي بعدت بعيد، مش قادره اسمع الكلام اللي كان بيتقال للبنات. فليه طبعا العرض بالطريقه دي؟ بس انا مش عارفه، عايزه اقول الملابس الداخليه بتاعت الستات دي هل فعلا كان بيتعمل لها فاترين زمان؟ انا ما اعرفش. لا اطلاقا طبعا. يعني انا ما وعاش على الفاترين اللي هي زمان قوي، يعني من 30 سنه مثلا او 20 سنه كان في أنا تقريبا انا اكبر منك. كان في الملابس دي بتتعرض عادي كده. لا اطلاقا، كنا بندخل المحل نلاقي اللي احنا عايزينه، واللي كانت بتبيع لنا بنت. أيوة. او سيده. ايوه. انما نبص دلوقتي بدخل المحل بلاقي شاب اللي بيبيعها. عايزه اقول لك يعني في محلات جزم كمان بيبقى نصها محلات بتاعت لبس وقمصان وبتاع، وتلاقي راجل اللي بيخدمك برضه. ده اللي حاصل بالظبط، وده اللي بيخلي الواحد واقف يعني بنبقى خجلانين. خصوصا دلوقتي كمان احنا اغلبيتنا محجبات. ايوه. العرض في الشوارع ده منظر مقزز. طب هقول لحضرتك حاجه بعيدا عن الدين، عشان لو قلنا ان الملابس دي ممكن تتلبس قدام الازواج مثلا او في البيوت او مشتريه. هل صح ان احنا نعرضهم كده في الفاترين ونقول ان هو ده الموضه او هو ده اللبس او؟ والله انا مش شايفه كده. انا مش شايفه كده اطلاقا. كل اللي انا شايفاه ان اللي انت عايزه تدخلي المحل تتفرجي على اللي انت عايزاه واختاري اللي انت عايزاه. ايوه. لاني انا عايزه وانت عايزه. احنا بنحتاج للحاجات دي، بس لازم نلاقيها يعني مستوره شويه عن الوضع اللي احنا بنشوفه ده في لبس عادي كمان ملوش دعوه بالنوم او الاحتياجات دي فعلا. ولبس عادي جدا بس قصير جدا وعريان جدا، انا ما اعرفش ده بيتلبس فين، وكان موجود في طول الشتاء. تقدري تقولي بيخبي شبر من الجسم ده. ايوه، وطول الشتاء. يعني كنت حتى بتساءل طب مش برد؟ يعني عارفه الحقيقه، يعني سيبنا من برد وشتاء، كل واحد بيلبس في بيته هو اللي هو عايزه. احنا مجتمعنا بيتغير للأسوأ قوي، وانا مش عارفه ده سببه ايه. ده اللي حاصل، وانا بلاحظ كده ان كل مدى احنا بناخد من الغرب اكتر. والله الغرب ساعات بيبقوا احسن منا في حاجات على فكره. الحاجات دي ما بتتعرفش بره، انا ما بشوفهاش بره. يعني احنا انا بس موضوع التحرش الجنسي والاغتصاب والمعاكسه في الشارع ده بقى بيشغلني جدا، لان ناس كتير قوي بقت تعاني منه، ومش عارفه فعلا البنت هي اللي غلطانه وهي اللي بتمشي فعلا بطريقه مش لطيفه، ولا ادمان المخدرات هو السبب، ولا ضياع شبابنا، ولا الفراغ، ولا عدم وجود الامل، ولا عدم التعليم الكويس، ولا عدم وجود الدين. اجابات كتير قوي محتاجاها منكم. هستنى تليفوناتكم على 8355394 و395. نروح لفاصل ونرجع.